ملي كيقرب العيد اول حاجه كنفكروا فيها هي الجلابه، الحلوى، نفرش الصالون نقادو مزيان، نجمع مع العائله ونفرح، وهذا الشيء كامل مزيان ومباح. ولكن واش كيطيح في بالنا ولا كنستحضروا ولا كنسولوا راسنا كيفاش كان النبي عليه الصلاه والسلام كيدوز نهار العيد باش نتاخذوا قدوه وحتى حنا نديروا الحوايج اللي دارهم النبي عليه الصلاه والسلام، ولا هذا الشيء كيغيب على البال ديالنا؟ يعني واش حتى حنا كما كنفكروا في الجلابه نخيطوها، وكنفكروا ان داك الصالون خصو يكون مقادو زوين وتحط فيه الصينيه والحليوات وكذا وكذا داك الشيء كامل زوين، وكنفكروا ان العائله غتجي عندنا وغتجمع معنا وهذا؟ واش كنفكروا وكنحاولوا نتعلموا كيفاش كان النبي عليه الصلاه والسلام كيدوز نهار العيد ونتاخذوه قدوه لينا ولا لا؟ كتفكروا اول مره حيت كاينين حوايج زوينين كناخذوا فيهم بزاف ديال الحسنات كنغفلوا عليهم، وهما كما ذكرنا في الاول بساط، شي حوايج بساط، ولكن راه سبحان الله النيات كتختلف. فانا الا درت ديك الحاجه بالنيه انني كنقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام فكناخذ عليها عوض ما كتكون عاده الحمد لله كتدخل في العباده وكناخذ عليها واحد الحسنات والاجور اللي هي كثيره. وغنتشارك معكم عاوتاني بعض الحوايج اللي كان كيديرهم النبي عليه افضل الصلاه والسلام في يوم العيد اللي هو يوم فرحه جميع المسلمين. اول حاجه ان النبي عليه افضل الصلاه والسلام كان كيستعد من نهار العيد، فكان كيدوش وكيلبس احسن الثياب باش يخرج لصلاه العيد. حتى الوليدات ديالنا نربيهم بحال هكا، راه العيد فات كنبقاو ندخلوهم للصروف، يلا غنصلحوا هاد الجلابه غتلبسها نهار العيد، يلا غتنوض دوش باش تاخذ الاجر كيف ما كان النبي عليه الصلاه والسلام كيدير، لبس حويجاتك، قاد الهندام ديالك، ما تمشيش مخربق للمصلى. فكنبقاو نزرعوا في وليداتنا هاد التفاصيل هكا، وحنا كنقولوا راه النبي عليه الصلاه والسلام كان كيدير بحال هكا، فكنزرعوا فيهم ان القدوه ديالهم شكون هو؟ النبي عليه الصلاه والسلام. راه هنا فين كنبقى نزرع القدوه. فانا الا حياتي كامله ما كنبقاش نقول لوليداتي راه النبي عليه الصلاه والسلام كان تيدير كذا، النبي عليه الصلاه والسلام كيدير كذا، باش هما غياخذوا هذا القدوه؟ لا، كنبقى نزرعوا وليداتنا بشويه بشويه. غتنوض ولدي غتدوش وغتلبس احسن الثياب عندك وغتعطر وغتزين وتخرج للمصلى باش تصلي صلاه العيد اقتداء بالنبي عليه افضل الصلاه والسلام وكتمشي. فهذه اول حاجه كان النبي عليه الصلاه والسلام حريص عليها، وهادو هما السنن اللي خصنا كذلك نكونوا حتى حنا حريصين عليهم. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كان النبي عليه افضل الصلاه والسلام قبل ما يخرج لصلاه العيد كياكل تمرات غير هما كياكلهم باش بالوتر، يا اما بالوتر يعني شنو؟ تمره ولا 3 ولا 5 ولا 7، يعني كناكلوا بالوتر. فهذه سنه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. علاش؟ باش يبين بان رمضان سنه، فهذا يوم فرحه ويوم العيد. وكنشكروا الله عز وجل على انه احيانا حتى كملنا رمضان، نطلبوا من الله عز وجل انه يتقبل منا الصيام والقيام، وكنفرحوا بداك الفطر اللي عطانا الله عز وجل اننا نفطروا في ذاك النهار. حتى حنا قبل ما نهار العيد قبل ما نخرجوا لصلاه العيد نحطوا واحد التبصيل ديال التمر في الطبله، وقبل ما يخرج لا راجلي ولا وليداتي ولا انا نخرجوا للدار اجيو كلوا ولو تمره. حتى الا قال لك ولدك لا انا ما فيا ما ناكل ولا بنتك انا ما فيا، غتقول له كل ولو تمره وحده اقتداء بالنبي عليه افضل الصلاه والسلام. المهم ونزرعوا فيهم عاوتاني هاد السنه هذه. نقول لهم علاش؟ حيت النبي عليه الصلاه والسلام كان قبل ما كيخرج لصلاه العيد كياكل تمر وكياكل بالوتر، يا اما وحده يا اما 3 يا اما 5 يا اما 7 وهكذا. وحنا زرعنا واحد السنه اللي هي بسيطه في وليداتنا وحببناهم في النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ثالث حاجه كان النبي عليه افضل الصلاه والسلام كيخرج لصلاه العيد واحد المكان اللي هو واسع، يعني مكان كبير. علاش؟ كان حريص ان صلاه العيد تكون في واحد الفضاء اللي هو واسع باش كلشي يحضر لصلاه العيد، يعني يتجمع اكبر عدد ممكن من الناس في ذاك المصلى. وكان حريص النبي عليه الصلاه والسلام ان كل شيء يخرج، النساء الرجال الاطفال حتى المراه الحائض اذن لها النبي عليه الصلاه والسلام انها تخرج للمصلى.
ولكن بشرط انها كتحضر تتحضر باش تحضر داك الخير وتسمع الدعوه وتستافد من الخطبه، وفي نفس الوقت ما كتجلسش في البلاصه اللي مخصصه للصلاه. مزيان. فقلنا بان النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان حريص ان كل شيء يخرج لصلاه العيد باش تكون واحد الفرحه جماعيه ماشي فرديه، يعني كل شيء يفرح وكل شيء يخرج المصلى. والنبي عليه افضل الصلاه والسلام وهو غادي في الطريق ما غاديش هو كيهضر ولا مجمع ولا هذا، كيفاش كان تكبير. اييه، يعني كان الجو عامر بذكر الله تبارك وتعالى، فكان التكبير. كيفاش كنكبروا؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فكان الجو ديال الطريق كله تاعو تكبيرات، يعني كنعلموا وليداتنا انهم حتى خارجين يتكبروا، عوض ما بقاو غاديين وحنايا مفتونين بالهضره ديال الدنيا وهذا ونتناقشوا في الطريق ولا كذا. نعلموا ولادنا ملي نخرج من الدار يجي يهضر معايا ولادنا نقول لي يلاه ولدي استغل كبر، فنعلموهم التكبير. ولدي بنتي راجل فكيعلو داك الجو سبحان الله كله كيكون جو ديال الذكر، راه غادي فعلا لصلاه العيد. فكتهيئ نفسك قبل ما كتوصل ديك صلاه العيد، راه النفسيه ديالك مهيئه وتما كيوقع الخشوع، حيت الخشوع باش كيجي انا الواحد كيهيئ نفسه. فملي نخرجوا من الدار وحنا كنكبروا حتى كنوصلوا للمصلى. من بعد الصلاه دابا حنا مشينا وحضرنا للصلاه وصلينا، كيف ما شرحت لكم الصلاه كيفاش كتصلوا، ياك عقلتوا على الصلاه كيفاش كتصلوا مزيان. دابا يلا نحاولوا نديروا تذكير ان الصلاه ديال صلاه العيد قلنا بان كتكون فيها في الركعه الاولى سبعه ديال التكبيرات. هي تكبيره الاحرام هي اللي كتكون فيها برفع اليدين، يعني كنرفعوا اليدين في تكبيره الاحرام، ما عدا التكبيرات ديال الاحرام يعني بحال الركعه الاولى 6 ديال التكبيرات كنقتصروا فقط على ترديد التكبير بلا ما كنرفعوا يدينا. يعني هذه في الركعه الاولى، وكنقراو بالفاتحه وكنقراو سوره الاله او ما تيسر جهرا، يعني هاد الجوج ركعات كيكونوا بالجهر ماشي بالسر. الركعه الثانيه فاش كنطلعوا يعني من الركعه الاولى كنقولوا تكبيره ولكن التكبيره ديال الانتقال هذه ما كنحسبوها. فالركعه الثانيه فيها 5 ديال التكبيرات، وفي المذهب المالكي قلنا بان التكبيرات تكون يعني بالتتابع ما كنفصلوش بيناتهم الذكر، يعني كتكون هذا فاش كنساليو هادوك جوج ركعات كنجلسوا للتشهد والسلام. فهذه هي صلاة ديال العيد باختصار. فدابا طلينا صلاة العيد وحضرنا الحمد لله الخطبة ديال العيد وعشنا الأجواء ديال ديك الصلاة في المصلى. سالينا الصلاة وحنا راجعين لديورنا، هنا كنساو واحد السنة اللي هي جميلة جدا ودارها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، هي أنني ما نرجعش من نفس الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام كان كيمشي صلاة العيد من طريق وكيرجع من طريق واحدة أخرى باش هذوك الطرقة كاملين غدا يوم القيامة يشهدوا له. هذه شي حاجة فيها شي صعوبة، وفي نفس الوقت كنديرها اقتداء بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فكناخذ عليهم أجر وحسن. راجعين ضروري كنتلاقاو مع الصديقات ديالنا، الجارات ديالنا، كنتلاقاو مع الأحباب، كنتلاقاو وضروري كنباركوا باش حلول العيد. فشنو كنقولوا؟ نقولوا مبروك عواشركم، مبروك العيد، عيدوا تعاودوا باش ما تمنيتوا. تقتديوا عاوتاني بالنبي عليه الصلاه والسلام ونشدوا اللفظه اللي قالوها الصحابه رضوان الله عليهم. والنبي عليه الصلاه والسلام كانوا كيباركوا لبعضياتهم العيد شنو تيقولوا؟ تقبل الله منا ومنكم. الحمد لله المصطلحات اللي قلنا من قبل هذيك ديال ان كندعيو مع بعضياتنا وهذا كلشي زوين، غير هو زوين حتى ناخذوا السنه ديال النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فاش نقولوا تقبل الله منا ومنكم، حنا راه كنا في شهر ديال العباده،
وتنتمنوا من الله تبارك وتعالى انه يقبل هذاك الشهر ديال رمضان اللي درنا فيه الصيام، اللي كان فيه الصيام والقيام والاجتهاد وهذا، ان نخرجوا من شهر رمضان والله عز وجل راضي علينا، يتقبل منا جميع العبادات اللي قمنا فيه ويتجاوز علينا على الضعف ديالنا ويساوي. هذاك الشيء علاش الانسان يقول تقبل الله منا ومنكم. هو سبحان الله دعاء بسيط ولكن فيه واحد المعنى كبير، ان العيد الحقيقي هو قبول العمل. هذا هو العيد الحقيقي. العيد الحقيقي هو ان العمل ديالنا يتقبل الله تبارك وتعالى. دابا درنا هذا الشيء كامل وعرفنا هذا الشيء كامل، دابا بحال نوقفوا واحد الوقفه مع راسنا شويه وغنقولوا واش هكا كنا كندوزو حتى حنا نهار العيد؟ واش بهذه الطريقه كنا كنعيشوا يوم العيد، ولا خلينا السنن في جهه ولينا عايشين الواقع؟ العيد هو عباده كنتقربوا بها الله عز وجل، فما نخليوش هذه العباده ترجع مجرد عاده. فسبحان الله اللي عاش العيد بهذه الطريقه كيف ما عاشوا النبي عليه افضل الصلاه والسلام كيحس بواحد الفرحه مختلفه. يعني فرحه سبحان الله كتحس بالطمانينه بالراحه. علاش؟ حيت كتقتدي بخير البشر اللي هو النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكتكون هذه الفرحه فيها قرب من الله عز وجل، فيها قدوه للحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.